بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم تحية الإسلام، وأرجو لكم مع قناة سلام الإعلامية المباركة وقتا طيبا وممتعا أيها المشاهدون الكرام، وأنتم تتابعون فقرات هذا البرنامج وغيره. برنامج مع اللغة العربية يأتيكم أسبوعيا في مثل هذا الوقت، ونحيي مشاهدينا الكرام داخل الوطن الأسير وخارجه، في مدن الشتات ومعسكرات اللاجئين، وخاصة الموجودون داخل البلد. أحييكم تحية طيبة مباركة، وهذه هي الحلقة رقم 100 في هذا البرنامج. بحمده تعالى يعني قدمنا 100 حلقة. أنا ممتن وسعيد جدا أن وفقني الله سبحانه وتعالى أن نقدم لكم في هذه اللغة العربية الشريفة، لغة الإسلام ولغة القرآن ولغة أهل الجنة ولغة الأنبياء جميعا. أنا سعيد وأشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذه القناة المباركة. لا نزال معكم أيها الإخوة والأخوات في كتاب سوداتريات قهوة في ذاكرة المنافي لمجموعة من الكاتبات الإريتريات السودانيات. لكن قبل هذا وذاك نبدأ بخير ما يبدأ به الحديث. قول الله سبحانه وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. توقفنا في الصفحة رقم 95 للكاتبة الإريترية خديجة محمد نور، التي كتبت قصة لجوئها تحت عنوان تأملات مهاجرة. ابتدأتها تقول: في السنوات الماضية من عمري لم يكن لشهر مايو أي ميزة تميزه عن كل ما سبقه من شهور مايوية، سوى أنه كان مثله مثل الشهور الأخرى التي تمر مرور الكرام دون أن تترك أي بصمة جوهرية راسخة في ذكريات صيرورة خريطة طريق لمسار حياتي الخاصة. ولكن الاستثناء هذا العام هو كون شهر مايو عام 91 فجاء مغايرا تماما للمألوف، وكان بمنزلة حدث زلزل مجريات حياتي المستقبلية وقلبها رأسا على عقب. تقول الكاتبة خديجة: أجل، طالما جاء في خضم شهر مايو من ذات العام، بصرف النظر عن الأحداث العرضية في حياتي، إنجازين تاريخيين مهمين كانا بمنزلة نهاية المخاض الطويل في عملية ولادة وطن، والولادة القيصرية لمولود البكر، ففي اعتقادي يستحق بجدارة أن يكون علامة فارقة ومنعطفا في صيرورة حياتي الخاصة. بهذه اللغة الجميلة، بهذه الكلمات وهذا الأسلوب السلس والمتماسك، حقيقة بدأت الأستاذة خديجة محمد نور قصة لجوئها، والتي عنونتها كما قلت تأملات مهاجرة. واستطردت تقول يعني كتبت هذه أيضا من القصص الكبيرة والطويلة التي ضمها هذا الكتاب سوداتريات قهوة في ذاكرة المنافي. دعونا نقرأ فقرة، يعني نعرج عليها. لا نستطيع أن نقرأ كل القصص، ولكن نأخذ شذرات من كل قصة. تقول: في عام 1981 وقعت النكبة الكبرى التي أصابت نضال الشعب الإريتري وثورته الباسلة وانهيار الأمل، عندما وصلت المؤامرات التي كانت تحاك ضد جبهة التحرير الإريترية، التنظيم الرائد في ساحة النضال الإريتري، ذروتها، بشن تحالف الجبهة الشعبية للتحرير أي لتحرير إريتريا، والثورة الشعبية لتحرير تيغراي، المدعومتان من قوى الرجعية في المنطقة وخارجها، حربها للتصفية والتي أسفرت عن انسحاب الجبهة إلى الحدود السودانية وتجريدها من السلاح وتحجيم دورها العسكري. واصلت فتقول في نهاية القصة: قصة المهاجرة والهجرة ليس لها نهاية،
طالما الاستبداد متسلط على العباد والبلاد. سنكدح ونكافح على نهج الثورة الدائمة، ولن نحيد قيد أنملة عن درب الشهداء الأبرار حتى تحقيق تحرير الإنسان وكرامته، وحتى يعم ربوع الوطن الاستقرار والسلام، وتكون العودة الكريمة ممكنة. 25 مايو 2021. هكذا اختتمت الكاتبة الإريترية خديجة محمد نور. أكملت قصتها على هذا النحو. في التعريف الذي كتب عن خديجة، وهي الذي كتبته، بتقول: ولدت في إريتريا، حيث نشطت في المجال العام منذ الثورة الإريترية. وتقول الكتابة عن خديجة: هي ناشطة في مجال حقوق المرأة والصحة، ومن المؤسسات لشبكة المرأة الإريترية بالمملكة المتحدة. شاركت ونظمت العديد من المؤتمرات وورش العمل مع عضوات شبكة المرأة الإريترية، وقد بادرت بتنظيم ورشة الكتابة الإبداعية مع شبكة فنون بنات مندي، مولعة بالعمل الطوعي والتضامن بين النساء، تعمل وتعيش مع أسرتها في بريطانيا. التحية لك الأستاذة خديجة محمد نور. الآن نأتي إلى قصة الكاتبة سعدية محمود سليم. سعدية محمود سليم أيضا من القصص الطوال التي كتبت بعناية فائقة، وقسمتها إلى مجموعة فصول، أو إلى مجموعة لا، هي عفوا ليست بالقصص الطويلة. دعونا نقرأ عن سعدية. سعدية محمود سليم مواليد 1990، زوجة وأم. تقول: بدأت العمل الطوعي مؤخرا، وساعية لأن أعمل في عدة أماكن أخرى. بدأت الكتابة في سن صغيرة، ولكن كانت محاولات خجولة لم ترى النور، ولكني أراها الآن وهي ترفل وتزدهر في ثوب من صنع إشراقتنا، تعني الدكتورة إشراقة الحب والجمال والحرية والجسر التواصل والتشبيك بين نسائنا وعوالمنا التي نحلم بصنعها، عوالم تضاهي آمالنا وأحلامنا، عوالم نسير في طريقها نحو خطوة ويدا بيد نحو مستقبل مشرق. بدأت قصتها قصة اللجوء تحت عنوان الوداع الأخير. تقول: حملت حقائبي والأسى يتشبع في، مالئا جنبات قلبي وروحي. حملتها ودلفت المقعد المخصص لي في الطائرة برفقة زوجي ووالدته المسنة. كنت معهم بجسدي فقط، ولكن بفكري نأيت عنهم واتخذت ركنا قصيا داخل روحي المثقلة بالحزن. لم أنتبه إلا بيد زوجي وهو يقول لي: قالوا اربطوا أحزمة الأمان. التفت إليه وأنا أتساءل عن أي أمان وربط يتحدثون، وأنا التي تركت الأمان خلفي، ومن أين آتي بربط يربط على قلب تلك الأم التي تركتها منفطرة الفؤاد. مدخل جميل يعني. تركتها وهي تذرف الدموع مدرارا، دمعها الذي لم أره يوما قد استعصى عليها، فقد كانت سخية في كل شيء، بل من أسخى وأكرم من رأيت. فلم ترد صاحب حاجة قط في حياتها، حتى وإن عزت ذات اليد، فقد كانت تجود بدموعها فرحا وكرها، نصرا ومناصرة. كان أخي دائما ما يمازحها ويقول: يا ضعف النساء، فالأنثى نصرها بكاء وبرها سرقة.
وعند سماع تلك العبارة تثرن إناث البيت الثمانية نصرة لبنات جنسهن. ابتسمت ابتسامة حزينة وأنا أعود إلى الحاضر وأربط المسمى مجازا بحزام الأمان، ولأن الحاضر أقسى عدت للحديث مع الذات والتفكير. وكيف سيكون الحال هناك في مدن المنفى؟ لأن الهجرة لم تكن بغيتي ولا مبتغاي، فأنا ابنة 19 ربيعا وعروس الشهور العشر التي لم تمكنني من معرفة زوجي وطباعه، ناهيك عن أنه يجب علي أن أختبر المنافي وأمشي في طرقاتها قليلة الزاد. فلا خبرة ولا تجارب إلا قصص صويحبات المراهقات، وهن ينسجن أحلامهن الوردية ثيابا ودثارا. ولكن لا بد من أن أكون قوية من أجل نفسي ومن أجل تلك السمراء التي ترى في نفسها، وهي التي تركت أهلها في أقصى المنخفضات الإريترية لتلتحق بزوجها وهي في 17 من عمرها. ففي حديث الوداع الأخير قالت لي: ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه اليوم بالأمس، وما أشبه قدري وقدرك وقدر كل الإريتريات المنفيات في مشارق الأرض ومغاربها. هكذا بدأت سعدية محمود سليم قصتها، واختتمتها بهذه الفقرة: إن للمنافي والأحزان قسوة لا يعلمها إلا من جربها، ولكنها قطعا تصنع منك إنسانا ينكسر وينجبر ويسقط ويقف شامخا ويسمو فوق كل الجراح والانكسارات، ذات نفس قوية يتألم من أجل غيره، حتى وإن كان غيره هذا لا تربطنا به غير إنسانيتنا التي قد تضيع عندما تكثر اختلافاتنا العرقية والإثنية والثقافية. شكرا لك الأستاذة سعدية محمود سليم على قصتك التي جاءت تحت عنوان الوداع الأخير. مشاهدي الكرام، رددنا عنوان ما أشبه اليوم بالبارحة في قصة سعدية محمود سليم. الكاتبة الإريترية فاطمة حوارشيك حمد داير كتبت قصتها تحت عنوان ما أشبه اليوم بالبارحة. تقول في قصتها الأستاذة فاطمة حوارشيك حمد داير: مشاهد النازحين من إقليم تجراي الإثيوبي إلى الحدود السودانية تتصدر الأخبار في جميع القنوات. مشهد متكرر للمشاهد العادي الذي تعود على تصدر أخبار الحروب ومآلاتها الكارثية في أنحاء متفرقة من العالم. هذه الحرب الإثيوبية قد نكأت جروحا في داخلي، جروحا تجاوز عمرها 50 عقدا ونيف، لن تندمل بل تنشط أحداثها في ذاكرة العقل الباطن إلى الواقع المحسوس، كأنها تأبى أن تكون من الماضي. عنوان فرعي: أصل الحكاية. تقول الكاتبة فاطمة: كنت أقيم أكثر أوقاتي مع جدتي في حلحل المركز، وحلحل هذه مدينة بالقرب من مدينة كرم. لم أستطع إخفاء سروري عندما أخبرتني جدتي بأننا ذاهبون إلى قريتنا، لأن شهر رمضان على الأبواب، حيث تقع قريتنا مارمروخ على مسافة غير بعيدة من حلحل المركز، على هضبة تطل على أودية زراعية يحيط بهذه الأودية سلسلة جبلية يجهل كثير من الناس ما وراءها. وصلنا إلى ماريا مروخ والاستعدادات لشهر رمضان على قدم وساق. اليوم الأول يكون الإفطار تحت الشجرة الضخمة التي تتوسط القرية، وهي بمنزلة خيمة مناسبات الأفراح والأتراح،
وهي الديوان لتداول شؤون السكان، ودار محكمة لفض النزاعات، ومقرا للمناسبات، وناديا اجتماعيا، وملتقا للكبار والصغار على السواء. تواصل فتقول: بيتنا يقع مباشرة بجوار هذه الشجرة، لذا أنا على دراية تامة بما يدور تحتها لحظة بلحظة. وأحيانا كنت أنقل الجبن أي القهوة في حالة عدم وجود أخي إلى المجتمعين، وأسترق السمع وأنقل المعلومات. أمي كانت توبخني على هذه العادة، وتحرمني أحيانا كثيرة من توصيل الجبن بحجة أنني أسترق السمع إلى أحاديث الكبار. هكذا تبوح الكاتبة ويبوح الكاتب عندما يدخل إلى قصة صادقة، وليس كما يؤلفها أولئك الذين يكتبون الروايات في هذا العصر الذي يسمى يعني مجازا وزورا أنه عصر الرواية. في عنوان فرعي آخر تقول الكاتبة فاطمة: الهجرة الأولى. هي عندها أكثر من هجرة، ولها عنوان فرعي آخر: الهجرة الثانية. ثم تدخل إلى عنوان فرعي آخر: اللجوء الأول. هي تميز بين الهجرة واللجوء. ثم عنوان فرعي آخر: اللجوء الثاني. وزواج وأمومة ثم عزوبة. هذه عناوين فرعية. هواجس العودة إلى الجذور. هذه تعتبر أطول قصة في تقديري. ثم تأتي إلى العنوان الآسر، والعنوان الذي هو كان ذلك هو العنوان الأخير. أعتقد قصة الأستاذة فاطمة هي طويلة، ولكن دعوني أقرأ لكم. رجعنا اليوم الثاني إلى كرن، ومنه مباشرة إلى أسمرة. تقول الكاتبة وهي في الصفحة 190: كانت رحلتنا التالية إلى مصوع، عروس البحر الأحمر. ما أجمل الطريق المؤدي إلى مصوع، غابات وأشجار كثيفة ومناظر خلابة تأسر القلوب، وعيون المياه المعدنية التي يؤمها الناس للعلاج والاستجمام من مختلف أرجاء إريتريا. وجود بعض الاستراحات أتاح لنا الفرصة للتوقف والاستمتاع بالجبنة أي القهوة. وسط تلك الطبيعة الخلابة مررنا بجداول وينابيع المياه السخنة، ما يوعوي كما يطلق عليها محليا، والتي تشتهر بها تلك المناطق. قبل الغروب وصلنا إلى مصوع، مدينة شامخة رغم كل ما شاهدته من سلب ونهب وتدمير بنيتها التحتية منذ عهد الإنجليز، وقذف طيران العدو الإثيوبي، وإلحاق التدمير الشامل بالممتلكات والمباني الأثرية. رغم كل مظاهر الخراب استمتعنا بأجواء جميلة توحي بالطمأنينة ورائحة البحر تنعش صدورنا. في الختام تقول الكاتبة فاطمة: الحمد لله على نعمة الذرية. تجاوبنا مع الوضع الجديد وتحملنا المسؤولية، وكنا خير سند لي عند الشدة. وتختم: أحمد الله كثيرا بأنني خرجت من هذه التجربة أكثر قوة. وصح المثل القائل: الوقعة اللي ما بتكسر تقوم. ولا زلت أمارس حياتي كأن شيئا لم يحدث. طبعا ذكرت قصص ومواقف في حياتها. في التعريف للأستاذة فاطمة كوار شيخ محمد داير، إريتريا، من مواليد حلحل، إحدى أقاليم مديرية عنسبة. أول اللجوء كان إلى السودان عام 1972، ثم إلى جمهورية مصر العربية في عام 1981، وأخيرا إلى المملكة المتحدة بريطانيا
1990. لها 3 أشقاء و3 شقيقات، وأم لفتاتين، ندى ونادية محمود. كل أملي أن أعود إلى بلدي حلحل، وأن أعيش في القرية التي ولدت فيها. هذه أمنيته، كل أمنيته وآماله، مع أنه هي عايشة في بريطانيا. تعود إلى حلحل، تلك القرية الصغيرة والمدينة الوديعة يعني. أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم حلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، وهي الحلقة رقم 100 بحمد الله. مشاهدينا الكرام، وها نحن قد عدنا إليكم لمواصلة ما بدأناه من حديث. الآن نأتي إلى القصة التي جاءت تحت عنوان بين الأمل والألم، للكاتبة أيضا فاطمة محمد محمود العبقري. تبتدئ الكاتبة فاطمة قصتها فتقول: من بين الأشياء المظلمة هناك بصيص أمل، ومن بين الدروب الوعرة هناك طريق معبد بالأمان، ومن بين أروقة الزمن هناك هنيهات مملوءة بالفرح، ومخبأة فيها بعض من خيوط الشمس، مشكلة فصولا من الحياة، فتخضر الروح وتزدهر بربيع آتي لا محالة. حقيقة عندما تكتب الأنثى الكاتبة الجادة، هي كتاباتها في الغالب تكون أكثر روعة وجمالا من الكتاب الذكور. تقول الكاتبة فاطمة: كنت أستمع لسجود الطاهر التي كانت تعاود المنظمة التي أعمل فيها لمساعدة النساء وتعزيز وجودهن في المهجر. قلت لها ذات يوم بعد لقاءات عديدة أن تكتب قصتها في كتاب، لأنها ستكون ملهمة للعديد من النساء اللاتي تعرضن للكثير من المشاكل والهزات النفسية. سجود الطاهر دي كاتبة: ضحك السجود بين رقراق عينيها قائلة: لك مطلق الحق أن تكتبي حكايتي. ظلت هذه الأمنية تراودني يوما بعد يوم، عاما بعد عام، إلى أن التقيت بسجود بعد انقطاع طويل. سألتني ماذا حولت دمعاتها حبرا على كتاب. سألتني ما إذا حولت دمعاتها حبرا على كتاب، لأن ذاك هو الانتصار الحقيقي. عدت يومها وانهمرت حكايتها على أوراقي كما حكتها سجود. تقول: حلقت الطائرة ومعها حلقت في عوالم بعيدة، عوالم أسرتي، أسرة الطاهر والدحمد، من الأسر العريقة ورجال البلد المتعلمين والمثقفين الذين يحملون بداخلهم عشق العلم والتعلم. كان كثير الترحال والسفر، يخرج في سبيل الله لنشر الدين والفقه من محبي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدرجة حبه لها استوطن بأسرته هناك. كان رجلا وقورا ومحترما من الجميع، رجل ذو هيبة، سفيرا للنوايا الحسنة، يمتلك مسجدا وعمارة، ومتزوج في حياته من 3 نساء، مع العلم أنه طلق 2 وله 12 ابنا و8 من البنات، أكبرهم يدعى الصادق. وعندما بلغ سن الرشد زوجه والده حاج العبيد بست الحسن والجمال التي لا تعرف عنه شيئا ولا هو كذلك، ولكن بموافقة الأهل ومباركتهم
حيث كان الصادق لا يزال طالبا، فمكثوا في المدينة المنورة سنين عدة. وتواصل قصتها الأستاذة فاطمة، فتقول في منتصف القصة: بعد أن وصلت إلى لندن بدأت التأقلم على حياة لندن، طقسها وازدحامها، وتحولت للسكن مع أسرة صديقة بناء على رغبة صاحبة البيت، ولم يمانع خالي في حال موافقتي، وبالفعل انتقلت للعيش معهم، زوجها وأربع أطفال. كان لي غرفة تخصني، لا ينام معي أحد من الصغار إلا في حالة وجود ضيوف، رغم فرض قوانين قاسية وفرض ضوابط في أبسط الأشياء، مثلا منع المكالمات بعد 9، إلا أنني كنت مرتاحة بالحكايات التي نتبادلها معا في البيت، والذكريات البعيدة كانت دفئا وأمانا بالنسبة لي. عنوان فرعي: مرحلة جديدة. ثم تواصل قصتها، أيضا هي لا بأس بها في الطول، وتختم قصتها: هذه التجربة جعلتني أتبنى بعض المشاريع في مدينتي بالسودان، وأقدم فيها العون للنساء وللبنات لأجل التعليم. حتى في لندن لم ولن أتوانى عن دعم أي امرأة تقول أهمس في أذنها أن وراء كل ظلام يكمن نور، وتكمن سعادة، وهناك بصيص أمل. انتهت قصة سجود الطاهر. إنها قصة تجسد حياة كثير من نساء بلاد اللائي تألمن وهضمت حقوقهن، ولكنهن قاومن وما زلن يقاومن، ولم يكسرهن الطلاق، ولم يكن نهاية بالنسبة لهن، بل كانت بداية لحياة مختلفة أكثر نضوجا ووعيا. وراء كل امرأة ناجحة قصة مؤلمة، ولكل قصة مؤلمة نهاية، فلا بد من أن نتقبل الألم ونستعد للنجاح وتحقيق الأهداف. هذه هديتي للسجود في عيد ميلادها 40. فاطمة محمد محمود العبقري في تعريفها الموجز تقول: سودانية إريترية، ولدت بالمملكة العربية السعودية. درست مراحلها الدراسية الأولى بمدينة كسلا شرق السودان، ثم واصلت دراستها الجامعية، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ثم الماجستير في ذات التخصص، وتعمل الآن على إنجاز برنامج الدكتوراه أيضا في إدارة الأعمال، شغوفة بالعمل التطوعي مع منظمات إفريقية وعربية وبريطانية، على سبيل المثال منظمة التسامح الديني، وعضو بحزب العمال البريطاني. شكرا لك أستاذة فاطمة محمد محمود العبقري. الآن نأتي إلى قصة أخرى، وهي قصة الكاتبة نورة عوتة، عنونتها أرواح متنقلة. تقول في قصتها الأستاذة نورة عوتة، وهي تقيم هنا في أستراليا، تقول: بالرغم من رغبتي في الوقوف مع صغاري أمام مدرستهم لبرهة، إلا أنهم سارعوا مهرولين تجاه زملائهم، فودعتهم على عجل كما أرادوا. هذا مدخل جميل بالمناسبة. ولا أذكر فيما إذا كنت قد قبلتهم كعادتي. كلما أذكره ابتسامتي التي لا تفارقني، وأنا أشاهدهم يهرولون نحو أصحابهم. كان إحساسا بالاطمئنان عليهم لرؤيتهم سعداء. وقد كانوا بالأمس القريب في معاناة دائمة عبر مراحل متعددة، كان آخرها حالات الإغلاق التي صاحبت انتشار فيروس كورونا، والتي أتت بعد سلسلة من المعاناة عبر فترات سبقت قدومنا إلى أستراليا.
بعد العودة من المدرسة في ذات اليوم سألتني ابنتي عن مراحل دراستي وعما إذا كنت أعيش في الأجواء التي رأت والظروف التي عايشناها أثناء انفجار ثورة ديسمبر في السودان وسقوط نظام البشير، حيث صادف فترة إقامتنا في الخرطوم بما في ذلك سماع دوي انفجارات قنابل الغاز المسيل للدموع والمظهر العسكري الذي ظل يرهب الأحياء، مما تسبب في حالة من الرعب عاشتها ابنتي وتسببت في أحلام مزعجة وكوابيس لها. قالت نور: يا راما، أنا ولدت في بلاد المهجر، حيث عاش والدي وتزوجا في المملكة العربية السعودية، ودرست مراحل التعليم الأولي في السعودية، ثم انتقلت لاستكمال دراستي في جمهورية مصر العربية. عشت في كنف والداي في أمان تام. هكذا قلت لها في حكاية أردت بها طمأنتها، وربما لم يكن ذلك السرد السليم لحكايتي، إلا أن ابنتي كانت بحاجة إلى حالة من الاطمئنان. تواصل وتحكي قصتها، وفي واحدة من الفقرات في قصتها تقول نور عوتة: ابن عمتي مجند في ذلك المعسكر لأكثر من 15 سنة. تخيلوا معي ذلك متى سينعم بحياة عادية، وكأن لا حق لهم في اختيار كيف تكون حياتهم، بل حتى العيش كأي بني آدم. أما الإنترنت يكاد لا يوجد، ناهيكم عن حجب وسائل التواصل الاجتماعي. بالنسبة للجرائد هي واحدة وتصدر من النظام الحاكم. بسبب هذا الوضع كنت حريصة جدا ألا أتطرق لأي حديث له علاقة بالوضع السياسي في إريتريا، بل وحتى حذفت من حسابي على الفيسبوك أي متابعة لصفحات المعارضة، بالرغم أنه ليس لي دراية بالسياسة، ولكن من كم القصص التي سمعتها عن أناس زج بهم في غياهب السجون من قبل نظام أسمرة لمجرد حديثهم مع أصدقائهم أو حتى مع أفراد عائلتهم عن امتعاضهم لما يحدث في إريتريا، ثم يفاجؤون بجيب عسكري يأتي قبيل الفجر ويتم أخذهم لمكان غير معلوم، وعند ذهاب أهاليهم للشرطة للاستفسار عن أبنائهم يتم الرد عليهم بأن لا علم لهم بذلك. في القصص تأتي الحقائق دامغة. عموما في نهاية قصتها تقول نور عوتة، والتي جاءت تحت عنوان أرواح متنقلة، تقول: انتابني فرح وسعادة يسع الكون كله، فهو لم يذكر أي حديث عن ساوى. رد المدير قائلا: ولكنها سارقة. رد عليه: دعها تدافع عن نفسها، فلسنا متأكدين نحن أيضا. والله لولا الخجل كنت أود تقبيل رأسه، لأنني شعرت بأنه متأكد من براءتي، ولكن عليه أيضا مجاراة زميله المدير. خرجت بجوازي فقط من المطار، ليس لي أي غرض، فكله ذهب مع الطائرة. لكن كل من صادفتهم، سواء موظف الفندق وسائق التاكسي وحتى مديرة مكتب الخطوط الإريترية في أسمرة، ساعدوني لألتحق بالطائرة في اليوم الثاني، وقد كان الحمد لله. رغم الرعب والخوف الذي أتاني من ذلك الشخص في آخر يوم لي في أسمرة، لكن في المقابل تأكدت أن في وطني وطنيون حقيقيون، برغم حالة القمع والعيش داخل السجن الكبير إريتريا، إلا أنهم متفائلون محبون للحياة. لا توجد كلمة مستحيل في قاموسهم، وعندهم يقين بأن غدا سوف يكون أجمل. عرفت أن الوطن الحقيقي هو من يشعرني بالأمان
وليس أرض أو وثيقة أحملها، هو من يوفر لي سبل الاستقرار لي ولأطفالي حتى ترتاح أرواحنا المتنقلة. بما بدأت به العنوان يعني اختتمت قصتها. يعني قصة فيها كثير من التأمل وكثير من الحقائق والآلام كذلك. في تعريفها تقول نورا عوتة إريترية: عشقت وطني قبل رؤيته من خلال قصص والدي الرائعين محمود وصوفيا. تنقلت بين بلدان عدة حتى قدمت إلى مدينة ميلبورن بأستراليا كلاجئة، واستقريت بها حاصل على دبلوم المختبرات الطبية، وأعمل حاليا في مجال خدمات الصحة المجتمعية. أهوى العمل التطوعي الذي مكنني من التفاعل الإنساني بشكل أكثر عمقا، وهو الأمر الذي زاد من رغبتي في السعي للتعبير عن آمال وتطلعات المرأة الإريترية، ومن ثم وضعت هذا الأمر هدفا مستقبليا، وآمل أن أطور إمكانياتي في الكتابة بغية تحقيقي، وآمل أيضا بأن يكون لي مساهمة فعالة في خدمة اللاجئين الإريتريين الموجودين في معسكرات اللجوء. شكرا لك الأستاذة الكاتبة نورا عوتة. قرأنا قصتها أيها الإخوة المشاهدون. نأتي الآن إلى قصة الأستاذة نجاة إبراهيم. نجاة إبراهيم في التعريف لها وأعتقد هذه هي القصة الأخيرة. نجاة إبراهيم أو نجوى إبراهيم من مواليد إريتريا، نشأت في السودان طالبة جامعية دراسات إسلامية، أم ل6 أبناء وبنات، مهتمة بتنمية المجتمع وتميل حيث الخير مال. قالت تهوى القراءة وتتذوق الشعر وتحب العمل الجماعي، دقيقة وانتقائية إلى حد ما، ولديها محاولة في الشعر والكتابة. تقيم هنا في أستراليا وفي مدينة ميلبورن. قصة الأستاذة نجاة إبراهيم عنوانها هو دروب المنافي. تقول في الفقرة الأولى من قصتها: بعدما أخذنا الموعد لتقديم طلب اللجوء عن طريق الهاتف، وكنا في مدينة تبعد عن لندن 2 2 بالسيارة، توجهنا في الصباح الباكر إلى مقر مكتب اللجوء الذي يوجد في كرويدن، وكنا قد بتنا تلك الليلة في فندق قريب، وحملنا بعضا من ملابسنا والأمل يحفونا بالحصول على بيت نستقر فيه بعد معاناة تعدت الشهرين، ونحن مع أسرة كريمة غمرتنا بجميلها. بيت لا يتعدى عدد الغرف فيه 3، إحداهما لا تتسع إلا لسرير واحد صغير. ما شاء الله. هم عائلة مكونة من 7 أفراد، ونحن كذلك 7، لكن كانت القلوب واسعة، لا أدري كيف تحملونا. أطفالي ولدوا ونشأوا في الغرب، ولدوا ونشأوا في الغرب، ونحن لا نعرف كيف تحملنا أن نتحول من فسحة شقق جدة إلى غرف بريطانيا. كان الطابور طويلا، خاصة لو معك طفل له حالات خاصة، فالانتظار يكون مضاعفا. لم يخطر ببالنا إلا القبول، ولكن كان فقط همنا معرفة أي مدينة سوف يتم إرسالنا إليها. تواصل الأستاذة نجاة قصتها فتقول: وعندما تعدت الساعة 3 عصرا، بدأت أبتسم في وجوه أبنائي وأقول لهم: خلاص، هذه المرة أظن أن مشكلتنا انتهت. وبلحظة كنت فيها غارقة في تجهيز البيت والبحث عن مدارس وأشياء أخرى، فجأة نادتنا تلك المرأة العبوس وأعطتنا البطاقات وقالت لنا
ستأتيكم الدعوة من المحكمة، انتظروا البريد حتى ذلك اليوم. أخبرناها أننا ليس لدينا بريد، ولكنها قالت: ألم تقولوا إنكم كنتم عند قريب لكم؟ وكان قد كتب لنا خطابا بأنه علينا أن نترك له البيت، فأعطيناها الرسالة، ولكنها لم تهتم ولم تعرنا أدنى اهتمام أو شفقة، وقالت: دبروا أنفسكم. ونادت الشرطي لإخراجنا، فأجهشت بالبكاء ولم أتحمل إخفاء خيبتي والمهانة والمذلة. وتواصل قصتها، هي من القصص الطويلة. بدت لنا مدينة الضباب حديقة مزينة بكل أنواع الزهور، لكن ما أن تلمس زهرة حتى يصيبك شيء من شوكها، وإذا ما حاولت دخول الحديقة تجدها موحلة تعيق حركتك، وإن أمسكت بأوراق شجيراتها أحرقت جلدك. هكذا وجدتها، فكل القوانين الجميلة إن لم تعرف كيفيتها قد تضرك، وإن دخلت أراضيها ولم تتمثل لقوانينها فلن تستطيع الحراك، وإن وجدت الفرص لن تستطيع ما لم تقبل على أراضيها رسميا أو تقبل حقيقة. لم تعد في أعيننا تلك المدينة التي أبهرتنا في زيارتنا الأولى إلى خدعة، كما تخدع بعض مساحيق التجميل على وجوه بعض الحسنوات وتغري بها محدود النظرة. ولكن لا بأس، فنحن الإريتريين خلقنا لمواجهة المصاعب والتحديات. وتقول في فقرة أخرى، والبرنامج أوشك على نهايته أعزائي المشاهدين والمستمعين الكرام، تقول في إحدى الفقرات: في الصباح عند الساعة 7 لا بد أن تنزل إلى صالة الطعام، وإلا قد لا تحصل على شيء تأكله غير القهوة والشاي حتى منتصف النهار. تأخرنا أول يوم جهلا منا، فطلبت من زوجي والأطفال أن ينزلوا وأنا بقيت في الغرفة. وبعد عدة دقائق جاء زوجي وشجعني على النزول قائلا: يوجد الكثير من النساء وأيضا عوائل، طبعا فهو يهيئني للوجبة التالية وهي وجبة الغداء. قلت له: حسنا، مستسلمة ومرغمة. وتقول في فقرة أخرى: وكان هناك يوم تأتي فيه منظمة اجتماعية بهدف التخفيف عن الأطفال والأمهات، حيث يأتون بالألعاب وبعض أدوات الحياكة وأعمال يدوية بهدف إشغال عقول الأخوات وانتشالهن من الهموم. كلمنا المكتب التابع للجوازات والهجرة لكن دون أي حل، إلا أنهم أرسلوا لنا طبيبا، وكان عندهم أيام توجد فيها رعاية صحية، فصرفوا لابنتي مرهما، ولكن كان العض في أماكن كثيرة، وحتى الآن ما زالت العلامة موجودة على جسدها هي وابني، حيث كانا أكثر من تضرروا من تلك الحشرات. وحدين يفتكروا أن الغربة دي وبلاد الغرب هي كلها جنان، ولكن كما تحكي أختنا نجاة أن فيها شيء. عشان كده أنا قلت في واحدة من قصائدي: تركنا خلفنا جنات عدن. والله بلادنا كانت جنات بما نعانيه هنا في هذه البلاد، على الرغم أيضا من الخيرات التي بها، لكن كما قال الشاعر: وطني إن شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. أمير الشعراء أحمد شوقي رحمة الله عليه. عموما سيداتي سادتي، سأتوقف هنا في هذه القصة، ونقرأ آخر فقرة كتبتها الأستاذة نجاة في قصتها، وتقول: وقال زوجي: لا تجزعي، فسوف نتعاون حتى في أعمال البيت، المهم
أنني حاولت إنهاء الدورات دون خسارة، فعملت جاهدة على الحضور وأخذ اختبار اللغة، والحمد لله جاءت عطلة نهاية السنة على الأقل. الآن أنا مرتاح نفسيا، فلن يفوتني شيء خاصة، والحمد لله انتهت العطلة وبدأت السنة الجديدة. هكذا ختمتها الأستاذة نجاة أو نجوى إبراهيم. كما قلنا مشاهدينا الكرام، أن الدكتورة إشراقة مصطفى حامد كانت المشرفة والمنسقة. دعونا نقرأ السيرة الذاتية للدكتورة إشراقة. هي من مواليد مدينة كوستي في السودان 1961. درست الصحافة والإعلام في جامعة أمدرمان الإسلامية وجامعة فيينا، حيث نالت درجة الماجستير في الإعلام من كلية الإعلام، ونالت درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة فيينا. تعيش في فيينا منذ عام 1993، ناشطة في مجال الهجرة وحقوق المهاجرات والمهاجرين وحقوق اللاجئين والمجالات الثقافية المختلفة. عملت كمحاضرة في كلية العلوم السياسية ل5 أعوام، وكمحاضرة غير متفرقة وباحثة بجامعة الاقتصاد جامعة الدراسات النسوية منذ في عام 2008 بجامعة سيغموند فرويد وجامعة سالزبورغ. وركزت في محاضراتها عن سياسات الهجرة والاندماج والتمييز وقضايا ثقافة السلام. باحثة وكاتبة وصحفية ومترجمة، وممثلة للأدب العربي بالقلم النمساوي، ورئيسة اللجنة الأدبية بالبيت العربي النمساوي للثقافة والفنون، عضو هيئة تحرير مجلة كلمات وعوالم، ومسؤولة الأدب العربي فيها. بادرت بفكرة تكوين منبر هجرة وأدب بلا حدود، وكونتها تحت رعاية القلم النمساوي مع آخرين. نالت عدد من الجوائز، وكذلك عملت في عدد من الترجمات، لها جوائز وحوافز. وعموما شكرا. في الأخير أنا لابد أن أتقدم بوافر الشكر للأستاذة زينب محمد علي شيخ السوق التي أهدتني هذا الكتاب. هي لم تنشر قصة في هذا الكتاب قهوة في ذاكرة المنافي، ولكنها أشرفت وشاركت في ورش العمل، وكان لها دور كبير في مساعدة كثير من الكاتبات. وهي برضو لها قصة جديرة بالنشر، لأسباب فنية لم تنشر قصتها، على الرغم من أنه هي أحد الذين ساهموا ودعموا وشجعوا وفتحوا الباب لكثير من الكاتبات اللائي نشرن قصصهن في هذا الكتاب. لأهمية هذا الكتاب وأهمية الفكرة بحد ذاتها هي التي استهوتني وحفزتني أن أستعرض ضمن استعراضاتنا المكتبية. نحن أي كتاب عربي يصدر من إريتريين وغير إريتريين في برنامج مع اللغة العربية نستعرضه إذا ما رأينا أهميته، لأن جزء من رسالة هذا البرنامج هو متابعة وإطلاع المشاهد الكريم بما ينشر من كتابات عربية، خاصة في الكتب سواء كانت متعلقة باللغة العربية أو غيرها، ما لم تكن مباشرة في الجانب السياسي بشكل صريح نتحاشاها قليلا، ولكن في الجوانب الإنسانية والجوانب الأدبية والفكرية والثقافية. نحن لأن واحد من دعم اللغة العربية هو الإصدار والتفاعل مع الإصدارات، وهذا من صميم وأهداف برنامج مع اللغة العربية الذي وصل بحمده تعالى الحلقة 100. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم التواصل بيننا وبينكم مشاهدين الكرام عبر قناة سلام الإعلامية المباركة. هكذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، ونختم بما نبدأ به الحلقات دائما. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية
من قناة سلام الإعلامية المباركة، يعده ويقدمه لكم محدثكم أحمد شريف. تقبلوا تحياتي وتحيات زملائي في الإشراف والإخراج، الذي يأتيكم البرنامج على الشكل الذي ترونه. وحتى ألتقيكم في حلقة مقبلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.